قرارات لجنة الانضباط: تغريم رئيس الزمالك 300,000 جنيه، منع رئيس الزمالك من دخول المباريات لمدة شهرين، تغريم لاعب النادي الأهلي محمود كهربا 1,000,000 جنيه، إيقاف اللاعب 12 مباراة. تعالوا بقى أنا أقول لكم الحكاية من أولها. يوم 21 يناير كانت في مباراة للأهلي وللزمالك في الدوري، وانتهت ب 3-0 لصالح النادي الأهلي. بعد المباراة كهربا احتفل مع جمهور النادي الأهلي بإشارات خارجة. بعد المباراة ديت الأهلي لعب 8 مباريات في الدوري، ولعب نهائي كأس مصر قدام بيراميدز، وكل ده والقرار لسه ما طلعش. من يومين كانت مباراة النادي الأهلي وفاركو، وانتهت لصالح النادي الأهلي، ليهتف جمهور الأهلي ضد شيكابالا ووالدته المتوفية. بيظهر بعدها شيكابالا في فيديو مع مرتضى منصور، حط كده ما بين قوسين مرتضى منصور قال لشيكابالا لو ما جبتلكش حقك هسيب رئاسة نادي الزمالك. أمس 15/4 بيان تحذير من رابطة الأندية وإيقاف جمهور الأهلي. دي على طول لقينا بيان من اتحاد الكرة بيأكد على بيان الرابطة. النهارده بقى 16/4 تصحى الصبح على قرار رسمي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. بعد الفطار على طول بإيقاف رئيس نادي الزمالك وبتغريم رئيس نادي الزمالك وبإيقاف اللاعب كهربا 12 مباراة وتغريمه 1,000,000 جنيه يسدده في شهرين. المسلسل العربي ده والله العظيم احنا حافظينه من أيام 2005. كان نفسي يكون في ابتكار المرة دي كده في المسلسل. الايام اللي جايه دي هنلاقي اختلاف في وجهات النظر، مين هيبقى رئيس نادي الزمالك، مين اللي هيختاروا مجلس اداره نادي الزمالك اللي هو هيقيم باعمال رئيس نادي الزمالك. هتلاقي اختلافات الايام اللي جايه دي في مجلس اداره نادي الزمالك، ويا ريت يبتكروا بقى هم ويحاولوا يغيروا من المسلسل، عشان يعني ايه احنا حافظين اللي هيجرى، بدل ما يستقيلوا. مين الاصح الفتره دي اللي هو يمسك النادي لحين عمل جمعيه عموميه والدعوه للانتخابات، وربنا يعدي على خير.